السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. أنا لسه خارجة من البيت دلوقتي، قلت أفرجكم يعني على السنو. دي دخلت البيت، احنا بننضف كده بالشافل ده. بننضف قدام دخلت بيتنا. بتفرجكم بقى التيمبو اللي أنا فرجته لكم في فيديو قبل كده. ده بيحمي الدرايف واي هنا عشان ما نعملش شافلنج لكل ده يعني، لأنه طبعا كتير زي ما انتم شايفين، فمحتاجين ننضف شوية. في شوية سنو نزلوا بالليل وكده بقى دخلت الدرايف واي علشان يبقى نضيف. ده شكل الشارع والواحد سايق كده، بيبقى عدى بلدوزر كده زق السنو على الجناب، وحاطين على الشمال كده يافطة نو باركينج لو كنتوا شايفينها، عشان هيرجعوا بقى بكرة بقى ولا بعده ولا على حسب، يقوموا ناقلين شايلينه يعني بعربيات يعني. طبعا الشارع صعب السواقة فيه يعني، مش منظفين خالص طبعا. كونديشنز تبقى كده في الشتاء. بقى الشوارع الرئيسية زي كده بيبقوا منظفينها ورشين ملح، مش تبقى زي الشوارع الجانبية اللي الناس ساكنة فيها. في باركينج زي كده مثلا، أنا رايحة أدونيس دلوقتي، لما بينظفوا التلج بيركنوه على جنب، بيعمل جبال زي كده، وبعدين لما يكتر قوي بيجيبوا عربيات نقل تشيله يعني، بيزقوه يزقوه يزقوه في كورنر كده عشان العربيات تقدر تيجي تركن والناس البزانس تفضل شغالة يعني. السلام عليكم يا حلوين، إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. انا خرجت من البيت وصورت لكم حته كده خارجه في السنو، ونفسي افرجكم. كذا حد سالني اكشلي الجو البرد قوي تقدروا عايشين فيه ازاي وبتعيشوا ازاي. هي البيوت هنا كلها تدفئه، والعربيات متدفئه فيها تدفئه هي كمان، فالوقت اللي بنقضيه بره في التلج دوت قليل يعني، مش كتير. وفي المدارس وكده، اللي بيشتغل في المدارس هنا عادي الأطفال بيبقوا لابسين لبس يحميهم يعني لغاية درجة الحرارة -20. بس القانون هنا بيقول لما درجة الحرارة تكون أزيد من -15 في أماكن -20، ممنوع نخرج الأطفال الصغيرين بره يعني يلعبوا في الفسحة وكده. لكن غير كده الأطفال بيبقى عندهم الجير بتاعهم يعني، اللبس والجلوفز والبوتس والهاتس وكل حاجة عندهم الجير، وإجباري على الأهل يعني إن هم يجيبوا الحاجات ديت علشان الولاد يقدروا يخرجوا بره لما الجو يسمح يعني، ما يكونش فيه عواصف وما يكونش درجة الحرارة يعني يحصل لهم يعني يفريزوا يعني يجي لهم فروست بايت او حاجه زي كده يعني، لها ليميتيشنز يعني. لكن احنا بنبقى عايشين عادي يعني، اللي هيقف على محطه اتوبيس 5 دقايق يستنى الاتوبيس عادي خالص. يعني نقدر نعيش يعني. وبعدين الانسان بيتعود يعني، زي البلاد اللي فيها حر خالص زي دول الخليج وكده، الناس اللي بيبقوا عايشين في 40 درجه حراره و50 دي حاجه برضو فوق طاقه البشر، بس بيبقى عندهم تكييفات جوه الاماكن اللي هم فيها، عندهم تكييفات جوه عربياتهم، فالوقت اللي بيقضوه في الشارع في الحراره الشديده بيبقى محدود يعني. بس كده. فهحاول اوريكم بينظفوا هم كروز في الشوارع كتير النهارده، لان نزل لنا سنو كتير يعني ورا بعض ورا بعضه، فمحتاجين يشيلوا الكلام دوت، لانه طبعا بيشيل الشوارع يعني، ما تقدرش تسوق في الشوارع وهي مليانه سنو كده، لازم يشيلوه. حتى المناطق السكنيه طبعا بيبتدوا بالشوارع الرئيسيه خالص، بالهايويز، بالشوارع الرئيسيه في المدن، وبعد كده بيدخلوا على بقى اللي هي المناطق السكنيه يعني، ما بين البيوت والعمارات وكده يعني. فلو انا مروحه لقيت هم حاطين اليافطه النو باركينج عندنا بقالها 3 ايام الحقيقه، فعندنا امل ان هم يشيلوا شويه، لان طبعا لما بيبقى السنو متراكم على الناحيتين من الشارع، الناس ما بيبقاش عندها اماكن تركن عربياتها يعني. anyway النهارده فيديو مشاويري السريعه يعني. انا خرجت من البيت النهارده، عندي شغل بعد الظهر اكشلي. انا خلصت الماده اللي انا بدرسها دلوقتي يعني، بس كان في مظاهرات وحاجات زي كده، فلغوا لي حصص كتيره، فمضطره ان انا اروح. عندي كام طالب يعني سقطوا في الامتحان العملي، فمحتاجه اروح بعد مواعيد المدرسه يعني عشان امتحنهم عملي كمان مره يعني. بيدوهم فرصه هنا في المدرسه اللي انا شغاله فيها بالذات يعني، في العملي ساعات بيدوهم ريتيك للاكزام مره، وساعات بيدوهم مرتين، زي في مصر احنا بنقول عليها ملحق تقريبا، ملحق. يعني لو واحد سقط في مادة يدوله فرصة ان هو يعيدها من غير ما يعيد السنة كلها، او من غير ما يعيد المادة كلها يعني، يمتحن كمان مرة يعني. فما عنديش شغل كتير النهارده، هروح بس ساعتين من 3 ل5 يعني، فعندي يوم فاضي بقى اعمل اللي انا عايزاه. فبقضي بقى مشاوير بيتي ولادي في مدارسهم، زوجي في شغله، وانا نزلت اعمل الحاجات اللي ورايا انا يعني. فهاخدكم معايا كده. انا وراكنا عند ادونيس دلوقتي، وهدخل اجيب اكل يعني. هشوف لو عرفت اصور جوه، لو الدنيا مش زحمه افرجكم برضو الاسعار اخبارها ايه، وصلنا فين يعني. تعالوا معايا. دي الزيوت مثلا، ناخد فكره عن الاسعار. ده زيت زيتون 2.08 من لبنان ب $35. ده غالي قوي. زيت الزيتون انا اشتريه من كاسكو مش من ادونيس، لانه اغلى هنا.
دي الازاز الانديفيدوال هي مثلا ده $15 ده لتر. في كاسكو الاتنين لتر ب25. الزيت دوت سعره نزل اتهيألي عن اخر مرة جينا هنا كان ب10 يمكن، اللي هو الصن فلاور اويل ده عاملينه بعرض ب7.77، كان اصلا ب17.99. فده اللي هو بتاع الفيجيتابل اويل ب10.99. اعتقد كان اغلى من كده برضو، نزل شوية في السعر. دي الحاجات الصناعية دي بقى الفيجيتابل جي ب $14. الطحينة غالية، أنا لاحظت إن الطحينة غالية صراحة، بقت ب$11 كده on sale. صغنونة خالص دي ب6.99. عاملين كورنر كده صغير هما كده الحاجات اللي عليها عرض يعني on sale يعني. اللي من مصر هيبقى عارف البيست ده، عصير ده مانجا وجوافة وكوكتيل الأربعة ب$5. في اللي هو الكانز زي كده، وفي اللي هو الإزازة زي كده. في شعرية الاتنين ب5. ده أعتقد كسكس كسكس ب3.5. حمص ب5 تقريبا. كاتشب. دي الحاجات اللي عليها عرض هم حاطينها في الكورنر ده. عدس المصري بيقولوا عليه عدس، اللي هو اللينتلز، ثمنه $3.77، مش غالي قوي الحمد لله. في العدس الأخضر ده، زيت الزيتون، كل الحاجات دي لها عرض حاطينها هنا. ده هو زيت دوار الشمس 7.77. في حاجات معينة ما بجيبهاش غير من أدونيس، زي الخضرة مثلا، ده البقدونس التلاتة ب5. الجزر ب5.99، بس أعتقد وزنه كتير، ده 2 كيلو شوية. الكورياندر اللي هي الكزبرة الخضرا عاملينها الاتنين ب3. أنا هعمل محشي فهاخد واحدة من كل حاجة. في شبت اهو، الشبت انا هاخد الشبت برضو عاملين الاتنين ب5، انا هاخد لي واحدة. النعناع الاتنين ب3، هاخد لي واحدة. البصل الاخضر الاتنين ب3 برضو هاخد لي واحدة. المحلات هما بيحطين رول اكياس كده، انت تسحب الكيس بتاعك وتاخده وتعبي فيه اللي انت عايزه، اي نوع يعني. هم هناك على الكاش عندهم الميزان بيوزنوا الحاجه ويشرجوك على حسب الوزن. اغلى حاجه هنا في الشتاء الخضار والفاكهه. الخيار الباوند ب3.99، الكيلو ب$8.80. الطماطم ب3.99 نفس الشيء، $8.80 الكيلو، غاليه. بصل ب$3، دول 5 باوند. البطاطس 10 باوند ب$6. اخدت ايه وبعدين اروح احاسب واقول لكم دفعت كام. دوم عليهم عرض الاتنين ب$6. حاجات العراقيش ديت انا جلتي بصراحه، بحبهم وولادي بيحبوهم قوي. اخدت المكرونه دي 3 اشكال مختلفين عليها عرض برضو، ظريفه المكرونه دي. خدت واحد زبادي 2 جبنه، المصريين هيعرفوا دي ايه. طبعا هي مش حاجه هيلثي يعني، بس دي ذكريات بقى. جبنه بيضه بطماطم، انتوا فاهمين يعني. خدت 2، اللي هي الاسطنبولي واللي هي اللي بالقشطه. واحد عصير برتقال. سوسيس occasionally بنستخدم ده لو عملت بيتزا او حد من العيال بياكله. اخدت السلامي الحلال والتركي الحلال، ده ب4 وشويه وده ب7 وشويه. دول 250 جرام ودول 200 جرام طبعا عشان الساندوتشز. اخدت برجر بانز عشان هعمل برجر الاسبوع ده، واخدت كيسين عيش لبناني. بقى الخضار، انا دايما لما باجي اندونيس باخد الخضار لان بيبقى طازه دايما صراحه، بيعجبني الكواليتي بتاعهم. جزر والسيلري عشان الشوربه طبعا. الفاكهه اللي اخدتها بس اللي هو الكلامنتينز، اليوستفندي اللي احنا بنقول عليه. في بصل، دي الخضره بتاعت المحشي. واخدت كرنبتين صغيرين عشان هعمل كرنب. وخيار ما كترتش لانه غالي جدا وما بيعيش كمان، في خلال 3-4 ايام لو ما استخدمتوش هيبتدي بقى يلزق يعني. شويه طماطم. الطماطم دي اكشلي كانت ب1.99، اللي انا فرجتها لكم كانت ب3.99، لقيت ديت ب1.99 الباوند. وفي كام كوسايه تحت هنا عشان الشوربه كبيره قوي صراحه، فجبت 3 وحدات بس. وديت اللحمه جبت واحده روست دوت، يعني اتعمل في الفرن كده ببطاطس وتسويه يتسوى على نار هاديه، او بالبصل، لحمه بالبصل. الكيلو ديت كيلو شويه، الحته دي كيلو 100 ب$17.50. ودول سمكتين سي باس لودمير، حاجه شبه البوري من مصر، شبه البوري بس اطرى شويه اللحم بتاعه. بس كده هروح ادفع بقى ثمن الحاجات ديت واقول لكم دفعوني كام. فاتوره يا حلوين، دفعوني $190 في شويه الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. قررت اكمل اليوم، اخليكم تكملوا اليوم معايا يعني، مش هقفل الفيديو. انا رجعت وشلت الحاجه اللي اشتريتها،
ودلوقتي هعمل بس الاكل، ابتديت اعمل في الاكل قبل ما امشي، وبعد كده هروح الشغل. هاخدكم معايا، حد عنده فضول اتفضلوا معانا. بسلق شويه مكرونه عشان الولاد، ودي تسبيكه الصوص عشان المكرونه، ودي شوربه لسان عصفور اكشلي كنت عاملاها امبارح بالليل، فهنكمل ديت النهارده باذن الله. السمكتين في الفرن بشويهم انا في الفرن يعني، وعندي بقيه رز وبس. هعمل طبق سلطه لما اروح باذن الله. انا اولادي مش بياكلوا السمك، فلما ببقى عايزه سمك اكل انا وزوجي سمك يعني، بيبقى عندي دايما حاجه بايته ليهم. فانا عندي حتتين فراخ بايتين من امبارح، كنت عامله لهم بانيه مع الشوربه دي، فهسلق شويه مكرونه بس عشان هم ياكلوا المكرونه مع الفراخ، واحنا ناكل شويه الرز مع حتتين السمك بس كده. ده السبب، انا مش عاده بعمل سمك ومكرونه مع بعض، لا، عشان ولادي مش بياكلوا السمك، فانا عشان كده عملت المكرونه. السلام عليكم، انا وصلت الشغل وجهزت للامتحان. انا في المعمل، عندهم امتحان عملي النهارده، الناس اللي بيعيدوا الامتحان. هفرجكم المنظر كده سريعا. ده المعمل، هي مانيكانات طبعا، كانها اوضه في مستشفى يعني. وهم عندهم الامتحان العملي يعني، هيدخلوا من الباب دوت، وعندي سيناريو ليهم يعني هديهولهم. والامتحان العملي بيبقى شخص بشخص يعني، كل واحد لوحده، ويدخل الطالب ويعمل بقى الامتحان ده تحديدا لمادة اسمها infection control. ثواني حالة بالكامل. لمادة اسمها infection control، ولهم سيناريو يعني. تحديدا الامتحان بتاعهم هو تغيير على جرح بطريقة ستيرل يعني، فأنا بقيم التكنيك بتاعهم من أول ما بيدخلوا يغسلوا إيديهم لحد فتح الجرح القديم، تغييره وغسله على حسب الدكتورز اوردر طبعا. وبعد كده بيعملوا تشارتنج النوتس بتاعتهم بطريقة ميديكال يعني، بالميديكال تيرمز اللي اتعلموها، وبعد كده أقيمهم يعني. بس كده. عندي 3 النهاردة، كل طالب له ساعة إلا ربع للامتحان، وبعد كده نخلص. يلا نتوكلنا على الله. خلاص كده بقى خلصت بإذن الله. امتحنتهم وعدوا ال3 الحمد لله. بكرة آخر 3 عندهم إعادة امتحان كمان. دلوقتي الساعة 5، خلصنا اون تايم الحمد لله. بس كده هتوجه بقى أروح البيت. لو عندكم أي سؤال خاص باللاب أو بالتدريبات أو أي حاجة خاصة بالنيرسينج أو بالتدريس في النيرسينج اكتبوا لي. لو عايزين جولة، عايزين تتفرجوا على أي حاجة، ممكن أفرجكم. let me know يعني. خلصت شغل، الساعة دلوقتي 5 المغرب أعتقد. دي خرجت المدرسة، في ناس غيري هنا لسه اكشلي ما روحوش. نروح بقى العربية ونتوجه على البيت إن شاء الله. الدنيا ليلت بقى زي ما انت شفت كده، قربت خلاص تبقى ضلمة، وخلص يوم يعني. كان يوم قصير عندي بس ابتديت متأخر. يا رب تكونوا انبسطتوا في الفيديو دوت. قضيتوا يوم معايا من اول الصبح لما خرجت ورحت اشتريت حاجة البيت وروحت عملت اكل وجيت الشغل. دلوقتي بقى نروح بقى نتعشى مع الفاميلي ونعمل بقى مسؤولياتنا اللي ورانا في البيت بقى. انا عندي تصحيح طبعا للامتحانات ديت، وحاجات بقى البيت يعني، لم المطبخ الكلام دوت يعني، الروتين اللي انتوا عارفينه لستات البيوت. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا النهارده وقضيتوا يوم معايا. ان شاء الله انتوا كمان تكونوا بخير وقضيتوا يومكم بخير. لو عندكم اي ريكويست، لو عايزين تشوفوا اي حاجه في المعمل مثلا، انا حسيت النهارده جات لي فكره ان ممكن اعمل لكم جوله سريعه في المعمل وايه الماتيريال اللي بيبقى ندرب الطلبه عليها. لو حد عايز يعرف، لا let me know، اكتبوا لي في الكومنتس. واي ريكويست، اي فيديو ريكويست، لان ما عنديش افكار كتير صراحه. عرفوني يعني، وباذن الله احاول اعملها لكم. اشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.